السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طاجن بطاطس، حاجة كده من الاخر. ان شاء الله باذن الله طريقته سهلة، وهنعمله كله ني في ني، كله في الفرن مع بعض. بطاطس متقطعة، طماطم عندي اهيت، بصل، فلفل، كله مقطع. وده ليا او دهن متقطع. واللحمة طبعا اختياري، مش عايزة تعملها بلحمة براحتك. فلفل وملح وكمون وكزبرة وشطة والثوم وشطة مفرومة ومعلقة سكر. اول حاجة هبتدي ان انا اسيح الدهن ده على النار، خلاص في طاسة كده، وهسيحه على النار. تمام، تقدري تسيحيه. طبعا الدهن جميل جدا وطبيعي، ودهن طبيعي، و دهن مفيهوش كوليسترول يا جماعة زي ما انتم متوهمين. الدهن ده حاجة طبيعية احسن من السمن النباتي والزيت النباتي اللي احنا بنستخدمه. سيحته، مكان الدهن اللي نازل ده انا ما حطيتش سمنه ولا زيت ولا أي حاجه، حطيت حاجه بسيطه زيت. وهنزل بقى باللحمه، اديها بس ايه صدمه، تاخد لون وش من هنا ومن هنا، بس مش اكتر. الخطوه دي بتخلي اللحمه ليها ريحه كده وطعم، والدهن برضو نفس الكلام. طب انا مش هعملها بلحمه، على فكره احلى بطاطس كمان من غير لحمه. همسك حته دهنه زي دي اوليه، اسيحها على النار واحطها في الطاجن، بس مش اكتر ولا اقل. كأني بقى اجدع طاجن لحمه في الدنيا. هتلاقي ريحه البطاطس دي جايبه لاخر الدنيا ومن غير لحم. خلاص، يبقى انا مش شرط ان انا اعمله بلحم. خدت اللون معايا تمام، وحطيت عليه شويه فلفل اسمر كده على النار، والريحه طلعت تمام. وانا طبعا فردت البطاطس في الطاجن، وخدت كل المكونات اللي هي الطماطم على البصل على الفلفل على كل التوابل والثوم والكلام ده كله، ضربته في الخلاط. هتاخدي كل المكونات دي تضربيها في الخلاط. يبقى انا جبت الطاجن، فرشت البطاطس واللحمه، حمرتها على النار، وحمرت الحته اللي هي والدهن، وخدت كل المكونات ضربتها في الخلاط حتى البصل. يعني البصل على الثوم على الفلفل على التوابل بتاعتي والملح والسكر وكله كله كله، ضربته في الخلاط عشان خاطر يتجانسوا مع بعض يبقى طعمهم حلو. وجيت نازله بيهم طبعا، وطبعا اللحمه والدهن كان فيه زيت، فانا محطتش زيت. حطيتهم كده في الطاجن ودخلتهم الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجه كده بتتكلم عن نفسها. تمام. وطلع كده معايا ني في ني، حاجه صحيه وحاجه طعمها حلو، وفي نفس الوقت ما خدتش مني لا غلبه ولا وقت ولا اي حاجه، سهله جدا وحاجه ما خدتش مني اي وقت. في ناس بتحب تعمل كل الخطوات دي بس على النار، بتديها غلوه او غلوتين. بصراحه يا جماعه الني في ني مفيش احلى منه في الدنيا، وبيديكي نفس النتيجه والطعم احلى من كده بكتير، وصحي في نفس الوقت. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، يا رب بألف هنا وبألف شفا. انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.